وبتبدأ المانجا بتاعتنا عند جبل عملاق، وبيكون في حد بيحاول اللي هو يتسلق الجبل ده، وحرفيا بيكون باين عليه اللي هو طالع عينه، وبيكون في عدد كبير من الناس متجمعين تحت، وحد فيهم بيشاور على اللي بيطلع الجبل ده وبيقول هو مين المجنون اللي بيحاول اللي هو يطلع الجبل يوهان كده؟ والراجل التاني بيقول ده اكيد هو الشيطان الصغير شو. فحد بيقول هو ليه اصلا في حد بيحاول اللي هو يطلع الجبل من غير اي ادوات، ما يطير ويخلص. فالتاني بيقول هو لو كان بيعرف يطير كان زمان اللي هو تسلقه بالمنظر ده. ايوه معاك حق، على حسب ما انا فاكر اصلا ان ده هو الشيطان ال 18، واللي هو حتى ما بيقدرش اللي هو يطير زي الناس، مع ذلك الناس مسميه شيطان. هو بيكون من هو صغير كل الناس بتتنمر عليه، وبيقولوا برغم ان ابوه هو الامبراطور اللي هو ضعيف قوي، مع ذلك هو بيطلع الجبل دلوقتي. فحد بيقول يا عم مش مهم فكك، هو كده كده اجتماع الشياطين هيتعمل قريب، والشياطين ال 18 كلهم ساعتها يتجمعوا، وانا سمعت ان في واحد من الشياطين دي هيخسر المنصب بتاعه وهيتحرم من كل حاجه، وهو كده بيكون قصده على تشو. وبعد شويه وقت النس ده اصلا بيكون قاعد على دماغ تشو، وهو بيهش عنه وبيقول له وانت عايز اللي انت تعمل عش على دماغي ولا ايه؟ والنسر بيبعد عنه، وهو بيتعصب بيكمل طلوع على الجبل، وبيقول خلاص فاضل حاجات بسيطه قوي وقبل ما اخلص طلوع الجبل ده. وعلى قمه الجبل بيكون في اتنين من السناجب كده قاعدين على امان الله ولا حاسين باي حاجه، انما بيتفزعوا عمرهم ما بيلاقوا ايد طالعه كده من الارض ولا كانه زومبي، والسناجب بتطلع اللي هي تجري، وهو بيطلع وهو ميت من التعب وبيجيب عرق من كل حته، وبيقول اخيرا طلعت الجبل ده، وبينام على الارض من كتر التعب، وبيقول أنا مش مصدق الفعل اللي انا عملتها، انا فعلا مش مصدق نفسي. والنظام بيطلع له لوحه مهمه جبل جيجيو اتنجحت، مبارك على استلام جائزتك حقل مثاليه. وشو بيطلع المكافاه دي وبيقول هو ايه البتاعه دي، وبيقول في نفسه المفروض ان الاداه دي تخلي الطاقه في جسمي تخليها قويه جدا ومش بتنقص، ودي واحده من اكبر المهارات والاثار القتاليه الموجوده. وبيكون فرحان قوي وبياخد المكافاه اللي حرفيا بتطلع كميه كبيره جدا من الطاقه، وبيقول هي ايه القوه الجباره دي؟ والقوه بتبدا اللي هي تنتشر في كل حته في الغابه، ومنبع القوه دي بيكون طالع من شو. كل الناس اللي تحت بيكونوا مستغربين، وحد فيهم بيقول هو ايه اللي بيحصل في الجبل ده يا جماعه؟ انا مش فاهم اي حاجه. والتاني بيقول الشيطان ال 18 طلع، وطلع دلوقتي كميه كبيره جدا من الطاقه الروحيه، هو بيعمل ايه هناك؟ وحد بيقول هو في كنوز سماويه فوق الجبل احنا ما كناش نعرف عنها حاجه. والتاني بيقول حتى يا عم هو ليه الواد ده بيشتغل على نفسه وقرر اللي هو يطلع الجبل على ايديه كده من غير اي طيران؟ وايه كميه الطاقه اللي طالعه دي؟ وحرفيا الطاقة دي بتكون عاملة إعصار كبير جدا فوق الجبل ومتجمعة كلها حوالين جسم شو، إنما شو ساعتها بيفتح عينه وبيقول هو فرحان أنا حاسس دلوقتي إن الطاقة الروحية اللي موجودة جوه جسمي مبقاش ليها نهاية، واضح إن دي فعلا كانت مكافأة حلوة. وبيقول في نفسه أنا أصلا اسمي شو، أنا جيت للعالم ده بقالي شهر وبقى معايا دلوقتي نظام، وأول مكان كان لازم اللي أنا أجي ليه هو هنا فوق الجبل ده، وأنا عارف إن في ناس هنا كتير بتقدر اللي هي تطير، بس أنا كشيطان ال 18 كان صعب قوي عليا اللي انا اوصل لفوق الجبل ده. وبيكمل كان في نفسه يقول انا اصلا كنت حاله استثنائيه، صاحب الجسم ال 18 ده اللي هو صاحب الجسم الاصلي كان ولد وكان عنده قوه حلوه، وغير كده عيلته هي العيله حاكمه وابوه هو الامبراطور، وبكلمه واحده يقدر اللي هو يهز العالم كله. ومعروف ان ولاد الملوك بيتولدوا بقوه جباره جدا، بس الواد ده اتولد من غير اي قوه وكانت حياته ملهاش اي لازمه، وهو اصلا مشتغلش على نفسه وكان على طول بيسمع لكلام الناس اللي بيحبطوا واللي بيتنمروا عليه على طول. بس الواد ده كان قادر اللي هو مع ذلك يدمر اي حد، بس هو كان غبي وقرر في يوم اللي هو يخلص من حياته وينتحر، وعلشان كان جيت للعالم ده واخدت مكانه بمهارة التناسخ. ولحسن الحظ اللي انا في حياتي اللي فاتت انا اصلا كنت متسلق للجبال وبعرف ان انا اطلع اي جبل عادي، وبرغم ان قمة الجبل ده كانت عالية جدا وخطيرة، بس بعد شهر كامل من المحاولات المستمرة وشوية خبرة قدرت اللي انا اطلع فوق قمة الجبل ده. وبيقعد اللي هو يضحك، والنظام بيطلع لوحة تذكير بتسجيل الدخول، هتجيلك مهام تانية كتير جديدة، وكل ما كان المكان أكتر خطورة كل ما كانت مكافأة أكبر. وفي شوية أماكن ممكن اللي أنت تدخلها مرة واحدة بس، وأماكن تانية لازم اللي أنت تسجل فيها الدخول أكتر من مرة. وشو بيضحك وبيقول يعني كده قمة الجبل اللي أنا واقف عليها دي أنا هقدر اللي أنا أسجل الدخول فيها على طول، الموضوع ده هيكون حلو في المستقبل. ممكن أجي لقمة الجبل دي علشان
ياخد اكتر من مكافأة، وبيحط ايده على بطنه وبيقول انا من ساعة ما اخدت المكافأة وانا قررت ان أنا لازم دلوقتي افهم طريقة الطيران علشان ما اتعبش وانا طالع للجبل ده تاني. وبيبص لتحت وبيكون شايف المدينة كلها وبيقول دلوقتي طلعت بس انا نسيت اشوف هو انا هنزل ازاي. وبيكون في بنت وراه طايرة على سيف وبتنزل وبتحط السيف في الغمد بتاعه، وهو اول ما بيشوفها بينحن لها. وشو بيقول في خادمة واحدة بس هي اللي تستاهل لقب القديسة هنا. وفي بنت ساعتها تانية بتظهر وبتقول الاجتماع الكبير لولاد الملك ال 18 قرب، وانا القائد امرني ان انا اجي علشان اراقبك. وهو بيقول لها يا خادمة المقدسة ممكن ليه تيجي لهنا؟ فهي بتكون قاعدة على السيف بتاعها وبتقول ايه ايوه انت عايز ايه؟ فهو بيحط ايده على السيف والمساعدة بتاعتها بتكون متضايقة وهو بيركب جنبها وبيقول وهو بيضحك انت ممكن ليه تاخديني معاكي لتحت عشان مش عارفه ان انا انزل يعني وحياة عيالك. وهي بتقول له انت فعلا يخرم. وساعتها مساعدة بتكون متعصبة وبتقول هو انت بتعمل ايه؟ دي يا خادمة المقدسة ومفيش اي حد يتجرأ اللي هو يعمل اللي انت بتعمله ده، هو انت مجنون ولا ايه؟ والخادمة المقدسة بتقول خلاص هو كده مش بيعرف اللي هو يطير فمش هيكون في مشكلة يعني. وشو بيقول بجد شكرا قوي. وهو بيقعد اللي هو يشكرها وبيقول لها انت عارفة اللي انا ما بقدرش اللي هو اطير وقوتي قليلة قوي ولو فضلت موجود هنا اكيد هموت واكيد انت يعني فاهماني. وحرفيا المساعدة بتكون متضايقة قوي وعاوزة اللي هي تهجم على شو كده بالسيف بتاعها تقطعه 100 حتة وتقول له انت ازاي تعمل كده؟ شيل ايديك عنها واحترم نفسك حالا اما تموت. والخادمة بتقول خلاص كفاية. والمساعدة بتاعتها بتكون مستغربة وبتقول هي هادية كده ليه؟ وبتقول في نفسها الابن ال 18 ده اصلا مجرد عيل زبالة وما عندوش اي قوة وكمان هي شايفاه اللي هو عيل صفر وما ترباش. والخادمة بتاخد شو على السيف علشان تنزله من فوق وهو بيكون فرحان والمساعدة بتاعتها بتكون ماشية وراها وهو بيبص على منطقة معينة بيركز عليها شوية والنظام بيطلع لوحة اللي انت ممكن تسجل الدخول في غرفة السحاب اللي قصادك ده. وهو بيقول هو احنا فين؟ فهي بتقول احنا لسه معانا شوية وقت قبل مؤتمر ولاد الملك ال 18. وهو بيقول انا عايز ان انا اروح لمنطقة غرفة السحاب ده عشان في حاجة عاوز اللي اخلصها هناك. وهي بتبدأ ليه تقول له المكان ده فيه نقوش حجر كبيرة جدا وفيها سر غامض اللي يعرف يقراها بس مش اي حد يقدر اللي هو يقراها. وهو بيستغرب بيقول غرفة السحاب ده اكيد انا هقدر ان انا افهم ايه اللي فيه بفضل النظام. وهو بيقول لا دي الصدفة انا كمان عاوز اللي اروح لان خديني لهناك بقى يلا وحياة عيالك. وهي بتقول له خلاص تمام بس ابعد عني كده شوية الله يسترك ويكرمك بس خلي في سبيس كده ما بيننا. وهو بيقول لها حاضر ويبعد عنها. والمساعدة بتاعتها بتكون واقفة وهي طايرة على السيف ونفسها اللي هي تعمل الشو ده على انه سيخ شاورما وتقعد تقطع فيه. وبتقول لي الواد ده انا هين عليه دلوقتي حاجه اللي انا ارميه من على السيف واخلص منه. وبيروحوا فعلا عند منطقه جونيا الصخريه دي وبيكون في طوبه عملاقه وعليها شويه نقوش وفي حد بيقول لي ابن الملك ال11 هي خادمه مقدسه فعلا تيجي لهنا. وده بيكون ابن الملك ال11 وبيقول ايوه هي تيجي لهنا وده على حسب طلبي علشان كان يتكلم شويه في النقوش اللي هنا دي ونحاول ان احنا نفكها. وبيكون في تلاميذ كتير متجمعين وعمالين بيتكلموا وحد فيهم بيقول الخادمه المقدسه من احلى البنات الموجوده وحد تاني بيقول مفيش اصلا اي حد من ولاد الملوك يقدر اللي هو يقنع الخادمه المقدسه اللي هي تبص له. انما دلوقتي على حسب طلب ابن الملك ده ال11 هي تيجي لهنا. وابن الملك بيضحك وبيقول خلاص بقى شويه هدوء. والخادمه المقدسه دي هي طيبه جدا ومش بتكلم اي راجل الا ولاد الملوك عشان هي بتحب اللي هي تساعدنا. وكل الناس ساعتها بتلمح الخادمه المقدسه والمساعده بتاعتها وبيقولوا دي جت اهي. وحد تاني بيقول ايه ده هو ايه اللي ورا الخادمه المقدسه ده واضح اللي هو راجل هو مين ده؟ والامير ال11 اول ما بيشوف المنظر ده بيستغرب. والخادمه المقدسه بتكون وصلت وشو وراها على السيف. وحد بيقول ايوه ده فعلا ده راجل. فالتاني بيقول هو مش المفروض ان خادمه ملهاش اي علاقه بالرجاله هو ايه اللي بيحصل ده؟ فحد بيقول واضح ان في علاقه ما بينهم مش عاديه. وفي اتنين بيحاولوا كده اللي هم يركزوا وحد فيهم بيقول هو انا ليه حاسس لا شفت الواد ده قبل كده. وشو بيشوف العدد ده بيقول حلو قوي ده في ناس كتير. والنظام بيطلع لوحه تانية لتسجيل الدخول لغرف الغيوم هتزيد نقطك دلوقتي لمستوى واحد وهتطلع الثقافة بتاعتك من مستوى نقطة واحدة وكده توصل للمستوى التاني من عالم الجسم. وبيفضل هو يتطور عقبال ما بيوصل للعالم الرابع وبيفرح وبيقول في نفسه حلو قوي المالك الاصلي للجسم ده ما كانش عنده اي قوة انما خلاص كل ده يخلص. والنظام بيطلع اللوحة اللي انت تقدر اللي انت تفك الطلاسم اللي موجودة على اللوحة دي وهو بيكون فرحان انا هقدر اللي استفيد من النظام ده قوي. وبياخد مهارة صواعق وبيقول أنا بالمهارة دي اقدر كمان ان انا اعمل صعاقة كبيرة. والخادمة ساعتها على طول بتنزل من على السيف وبتشيل السيف بتاعها وبتصغر حجمه لحد ما بتخليه مجرد توكة في شعرها. وشو بيكون تعبان من القعدة دي. والابن ال11 بيقول الابن ال18 انت بتعمل ايه هنا؟
فهو بيقول له انت عايز ايه مني؟ اصطبحنا واصطبح الملك لله. وبيقول في نفسه المنافسه ما بين ولاد الملوك كبيره جدا، عشان واحد فيهم بس هو اللي هيكون امبراطور في المستقبل، والباقي كله في الاخر بيخسر وبيموت. وعشان تكون امبراطور في الموضوع بيكون حياه او موت. وهو بيقرب من شو بيقول له انت متخلف ولا ما عندكش عقل؟ انت ازاي تتجرأ اللي انت تيني خادمه المقدسه في مكان زي ده؟ وهو بيكون متعصب قوي وبيقول له واضح اللي انت لازم اللي انت تتربى النهارده. هو انت مفكر ان الخادمه المقدسه دي اي حد ولا ايه؟ وشو بيقول له ايه ده بس كده؟ هو انت متضايق ليه؟ انت مالك انت اصلا؟ وبيحط ايده على شعر الخادمه المقدسه اللي بتكون مكسوفه قوي وبتقول له صح كده ولا لا؟ مش هو ملوش دعوه؟ وهو بيقول له وبعدين اصلا كمان انا هنا على شعر شويه حاجات عن النقوش دي. هو انت مفكر لا ما اقدرش اللي انا اخش ولا ايه؟ ولا انت مفكر ان النقوش دي خلاص بقت بتاعتك انت ولا هي مكتوبه باسمك؟ وهو بيقول وهو بيضحك يعني انت جاي هنا علشان النقوش وانت بتهزر ولا ايه؟ ولا بقول لك ايه، انسى الموضوع، انا اصلا مش طايق لا اشوف وشك، امشي وشوف انت عايز تعمل ايه. وبعد شويه وقت بيتمشوا وبيوصلوا عند النقوش الصخريه، والخادمه المقدسه بتقول فعلا المكان ده يستاهل سمعته، المكان ده واضح ان فيه اثار كتير قوي، واللي يشوف النقوش دي يقول اللي هي نقوش عاديه بس هي فيها المعنى الحقيقي للقوه العظيمه ومحدش يقدر اللي هو يقلل منها. بعدين اصلا مش قادر ان انا افهم هو ايه اصل النقوش دي. وهو بيضحك وبيقول انت اكيد صح في كل اللي انت قلتيه، انا درست النقوش دي لسنين طويله قوي، وكمان في شويه اجداد للطائفه درسوها بس ما حدش عارف دلوقتي اكتر مني في النقوش دي. وعلى حسب بقى البحوث اللي انا عملتها ففي كنز موجود هنا، وده هو الكنز اللي كان سايبه ملك غروب الشمس. وهي بتقول انا سمعت قبل كده ان الملك ده كان عايش في احسن فترات حياته واللي هو كان قوي جدا، بس هي سمعت اللي هو قبل ما يبقى ملك كان عالم اصلا وكان سجل كل الابحاث بتاعته على ورق. وهو بيقول انا واثق ان الابحاث بتاعتي وانا واثق ان النقوش دي اتعملت من ملك غروب الشمس. وساعتها الامير ال 18 بيقول ايه يا عم الكلام ده وانت مصدق الكلام ده اصلا؟ فالامير ال 11 بيقول ايه يا عم انت مال اهلك انت اصلا؟ انا والخادمه بنتكلم احنا وانت عندك راي ولا حاجه؟ هو بيقول له وانت مفكر اللي انا كنت بتكلم معاك؟ مالكش انت دعوه، انت اصلا عمال اللي انت بتهري من الصبح وانا ساكت لك. هو بيقول انت اصلا ازاي بتشك في كلامي؟ انت واحد مش متعلم اصلا، بس ممكن طبعا انت هتموت وتتكلم كده اللي انت توريني ثقافتك وترغي شويه. هو ساعتها بيقرب منه وبيزقه وبيقول اسمعي مني، النقوش دي مربوطه بالمدينه بتاعتك، وفي واحده من الخادمات المقدسه من حوالي 1000 سنه هي اللي عملتها. فالخادمه ساعتها بتقول هو انت قصدك على العذراء المقدسه اللي كانت موجوده من 1000 سنه؟ انت ممكن اللي انت تكون غلطان. والمساعده بتاعتها بتكون متضايقه قوي وبتقول ايه الكلام ده؟ احنا اصلا معانا سجلات من 10,000 سنه ومفيش اي كلام من اللي انت بتقوله ده ولا حاجه ليها علاقه بالعذراء المقدسه. بلاش اللي انت تصدقي الكلام ده، ده مجرد عيل عبيط. والامير ال 11 بيقول اهدى على نفسك، كلامك ده كده غلط. وهو بيقول مش انتوا وكان عندكم خادمه كده من حوالي 1000 سنه ومحدش لقى جثتها؟ كان اسمها بيبسي. وهي بتقول فعلا انت معاك حق، واحنا اصلا فعلا في عندنا كتاب ناقص من المكتبه بتاعتنا وهو من اهم الكتب اللي موجوده في الطائفه. وهو بيقول بيبسي دي كانت بتحب سيد الطائفه بس بسبب اللي هو كان عمال بيجري ورا القوه بعد عن الخادمه المقدسه، وهو ساعتها مات موته وحشه واتقطع ل 100 حته، وسمعت اللي هو في الاخر اتحول لشيطان. وبيبسي ساعتها اخدت كل حاجه هي كانت تعرفها عنه وكتبتها في الكتاب ده، وبعد كده حطتها وحطت النقوش السحريه دي عشان نقدر اللي احنا نوصل لها. بس فجاه ساعتها الامير 11 بيقعد اللي هو يسقف وبيقول واضح ان انت فعلا عندك موهبه حلوه فحكي قصص، بس القصص دي ولا تاكل ولا تشرب معايا. واصلا كان في شويه اساطير بتقول زي من اللي انت بتقوله ده، بس الكلام ده كله غير مؤكد. انما هو ساعتها بيكمل كلامه ويقول بص يا خادمه، بغض النظر عن النقوش الحجريه دي بس الواد ده بيعرف اللي هو يحكي قصص حلوه قوي، بس دي في الاخر مجرد قصه واحنا لازم اللي احنا نفهم الاسرار اللي موجوده هنا، والكلام اللي هو عمال بيقوله ده مجرد كلام عيال صغيره. ولا انت شايفه ايه يا خادمه؟ وساعتها هو بيقول بصراحه انا قعدت حوالي 20 سنه ادور في الموضوع ده ولقيت حاجه ان النقوش الحجريه دي فيها شويه تقنيات يد. والخادمه بتكون فرحانه وبتقول بجد؟ هو بيقول لا وكمان انا فهمت التقنيه واقدر لا اتقنها قريب قوي. والخادمه دي ساعتها بتيجي بتقول انت فعلا ذكي قوي يا امير 11 غير الواد الغبي ده اللي حرفيا عمال بيقرا وخلاص. وهو بيقول انا اقول حاجه واحده بس، اتفرجي وانا دلوقتي هظهر لك التقنيه بتاعت ايدي اللي اتعلمتها من النقوش اللي قدامك دي. وهو ساعتها بيبدا اللي هو يطلع القوه من ايديه وبيكون في صواعق برقيه عماله اللي هي بتظهر وبيعمل استعراض بالقوه دي. والخادمه بتقول انت اصلا لما بتستخدم التقنيه دي هي بتقلل رؤيتك للناس اللي حواليك بس مع ذلك هي قويه جدا. وبعد شويه
شويه هو بيخلص العرض اللي هو بيعمله ده، وبيقول هي دي دلوقتي تلت التقنيه اللي أنا قدرت اتعلمها من النقوش دي، ايه رايك بقى في اللي انا عملته؟ والامير اصلا ال 18 بيكون قاعد بيلعب ومش مركز مع كل اللي بيحصل، فهو بيقول له خلاص خلاص انسى الموضوع، انا عارف ان انا بطلب منك حاجات فوق مستوى تفكيرك. وشو بيقول بص بصراحه انا شايف ان كل اللي انت عملته ده زباله جدا، انت كل اللي انت عملته اللي انت فهمت بس تلت التقنيه، انت اصلا لو كنت فهمت قشر التقنيه ما كانش زمانك اللي انت بتكلمني كده. وهو بيتضايق وبيقول انت مجرد سلحفاه وما تقدرش اللي انت اصلا تفهم ولا حرف من التقنيه دي، على الاقل انا فهمت تلتها. فهو ساعتها بيبدا اللي هو يقولوا انا لو كنت مكانك كان زماني اللي قتلت نفسي على العار اللي انا فيه ده، انت قعدت 20 سنه عشان تفهم بس تلت تقنيه. فهو يقول له انت واحد مش متعلم ما عندكش تقنيه ولا عندك اي حاجه، ازاي تتكلم معايا بالطريقه دي؟ هو ساعتها على طول بيقرب من الخادمه وبيقول انت الحقيقه اللي انت فهمت اقل من عشر التقنيه بس وما فهمتش حتى تلتها. والخادمه بتكون ماسكه نفسها من الضحك، والمساعده بتكون ساعتها عماله برضه بتضحك وبتقول انت بتتكلم كتير بس انت حتى ما عندكش اي دليل. والامير 11 بيتضايق وبيقول هو انت قد اللي انت بتقوله ده؟ انا مش عاوزك اللي انت تنسى نفسك واللي انت ما عندكش اي قوه ومالكش اصلا حق اللي انت تتكلم مع الخادمه المقدسه، وانت يا عم السوبر هيرو انت تقدر حتى اللي انت تفهم ولو 10% زي ما انت بتقول. هو بيقول له خلاص خلاص بطل صياح انا هوريك انا هعمل ايه. وبيقرب ساعتها من النقوش الصخريه وبيقول زي ما انتوا شايفين النقوش دي فيها تقنيه الايد الكهربائيه اللي اسمها صاعقه السماء، هو اصلا بيكون اخدها من بدري من النظام، احنا اخدنا بالنا من شويه. وبيبدا اللي هو يعمل الصواعق دي، والامير 11 بيقول له بطل ليه تضحك على الناس، انما ساعتها هو بيعمل صاعقه رعديه كبيره جدا وبيستخدم مهاره الايد وبضربه واحده بس بيدمر المكان اللي هو شاور عليه بالمهاره الجديده دي. وكل الناس اللي بيكونوا واقفين بيكونوا مستغربين ومحدش مستوعب اللي شافه ده، وحد بيقول القوه اللي ظهرت دي اكبر بكتير قوي من الظاهره الامير 11. وشو ساعتها بيبدا اللي هو يعمل عرض جبار بمعنى الكلمه بالقوه دي، وبيقول التقنيه دي فيها 7 وضعيات وانا هظهر لكم ال7 وضعيات دول دلوقتي. وبيبدا اللي هو يعمل عرض جبار بالقوه دي، وهو بيقول افتح عينك دلوقتي واتفرج على المتعه اللي بجد بالعروض. والخادمه بتقول هو ايه ده، ايه القوه دي كلها؟ وبيقولوا واضح ان ابن ال 18 دي اللي هو يفهم التقنيه كلها، وبيظهر طور العمقاء من الكهرباء. وهو ساعتها بيخلص العرض اللي هو بيعمله وبيقول ايه رأيكم في ملك الرعد بنفسه لما ظهر دلوقتي؟ والامير 11 بيكون متضايق قوي ومتعصب ويقول ده طبعا مستحيل، وهو بيقول ولا مستحيل ولا حاجه دي انا عملت اهو. وهو بيقول للخادمه كده الناس دول مش بيفهموا مش بيحبوا اللي هم يخسروا، وهو مش راضي اللي هو يصدق اللي انا قدرت اللي انا افهم النقوش دي بسرعه كبيره قوي واعملها احسن منه. هو ساعتها بيروح يمسك شو من هدومه وبيقول في بعدين اصلا في السنوات الاخيره انت كنت قاعد ما بتعملش حاجه، ازاي قدرت اللي انت تفهم النقوش دي؟ اكيد انت كنت شغال عليها في السر وعملت قصه الجنيه بيبسي دي علشان تضحك علينا. فهو ساعتها على طول بيشيل ايده من على هدومه بيقول انت مش مصدق صح؟ طب بص هناك كده، وبيشاور ساعتها بصباعه وبينزل صاعقة برق على النقوش دي وبيدمرها. ومساعدة الخادمة بتكون مصدومة، وساعتها الكتاب اللي كان ضايع بيظهر، والخادمة المقدسة بتقول دي التقنية اللي كانت ضايعة، وبتقول ايوه فعلا هي دي، ده ما حدش كان لها من حوالي 1000 سنة، انما هي كانت موجودة هنا من ساعتها. وبتروح ساعتها على طول في ايد الخادمة المقدسة وشو بيقولها ايه رأيك بقى كلامي طلع صح ولا ايه؟ والخادمة المقدسة بتقول فعلا معاك حق، انا دلوقتي بقى معايا الكتب الخمسه وكمان السجلات كلها. وبتنحني ساعتها على طول لشو وبتقول بتمنى فعلا ان انت تقبل اعتذاري، انما استغفر العظيم يا رب احنا ما بننحنيش الا لربنا. ومساعده الخادمه بتقول انا اسفه برضه عشان كل حاجه قلتها لك، عشان كنت مفكر ان انت مجرد واحد فاسد ومش محترم. وشو ساعتها بيقول لا لا عادي، وبيحط ساعتها ايده على كتفه وبيقول انا من النهارده هناديك باسمك على طول شين. وهي بتكون مكسوفه قوي والمساعده بتاعتها بتكون متضايقه، فعلى طول بتقوم ماسكه السيف بتاعها وناويه اللي هي تروح تعمل له شاورما، وبتقول الواضح اللي انت لسه مش محترم ومحتاج اللي انت تدوق طعم التوميه على جسمك. وهو بيقول لها وانت متضايقه ليه يا عم انت؟ وانا واكل ورثك. والامير 11 بيكون متعصب قوي وبيمشي، ومع كل خطوه بتكون الارض بتتكسر من تحتيه، انما ساعتها بيحس من حاجه، واول ما بيلف وراه بيلاقي ان بقيه الصخور اللي اتكسرت بتقع فوق دماغه. وشو الخادمه المقدسه بيكونوا عمالين بيضحكوا ومش قادرين ان هم يكتموا الضحكه، وبيقولوا واضح ان امير 11 خلاص اختار المكان اللي هيدفن فيه نفسه، انما هو ساعتها على طول بيطلع سليم من تحت كل الصخور دي، وبيقول استنى بس يا شو شوف انا هعمل فيك ايه. وشو الخادمه
المقدسة بياخدوا بعضهم وبيطلعوا بره المدينة، هو بيكون عمال بيعمل له باي باي، وشو ساعتها بيضحك وبيقول للخادمة المقدسة ايه رأيك بقى دلوقتي اللي انت تيجي ونخرج مع بعض النهارده؟ وهي كانت لسه بترد عليه، انما المساعدة بتاعتها بتحط ايديها على كتفها وبتقوم شايلاها كده على طول زي عيال الصغيرة، وبتقول لازم الخادمة المقدسة اللي هي ترجع دلوقتي حالا وتقدم تقرير للملك عن الكتاب ده اللي احنا لسه لاقيينه. وبيطيروا ساعتها بالسيف علشان يمشوا، والنظام بيطلع لوحة اللي انت ممكن تسجل الدخول في المنطقة دي، وهو بيقول في نفسه حلو قوي كده انا فتحت المنطقة كمان. وبيستخدم ساعتها القوة بتاعته، بينط نطة كبيرة جدا من مكانه، وبيقول هو ده الوقت اللي لازم اللي انا ارجع فيه، مش ينفع ان انا افضل صايع كده واجرب بقى المستوى الرابع من القوة بتاعتي. وبيروح ساعتها عند بحيرة كده صغيرة وعندها بوابة، وبيقول في نفسه بالرغم اللي انا مش قادر اللي انا اطير، بس ده برضه احسن من اللي انا اقعد امشي، انا كده كده دلوقتي عندي طاقة روحية لا نهائية في جسمي. وبيوصل عند بوابة الجبل، وبيقول احسن حاجة دلوقتي ان الواحد يكون عنده مكان كان مستخبي في الغابة، وبيبدأ اللي هو يتمشى، وبيكون في شخص عمال اللي هو بيراقبه. وهو اول ما بيوصل عند البوابة الشخص ده بيكون حرفيا واقف وراه وهو بيضحك، انما ساعتها في على طول حد بيجي علشان يمسك رجله، بيقفش كاف رجله، وبيقول هو ايه ده، وعلى طول الاتنين بيقوموا واقعين على الارض، والارض بتتكسر بيهم، واضح ان هما الاتنين تخن قوي. وهو بيشاور على الواد اللي مسكه بيقول له وانت مين وازاي تمسكني كده؟ وهو بيقول له يا عم في ايه انا ولا هو؟ وهو بيقول له لو انت كلب شيطاني. فساعتها على طول بيقوم مفرجه على تقنيه الكهرباء بتاعته، وهو بيقول له فعلا حلوه قوي. وبيقول في نفسه الراجل ده لو انا فاكر اللي هو كان على طول معايا بس هو مش كويس. وهو بيقول له انت كنت بتدور عليا ولا ايه؟ وهو بيقول له امك انفجرت. فهو على طول بيقوم مدربه بالقلم بالكهرباء بكل حاجه، وبيقول له امك انت هي اللي انفجرت، لا مش امك دي عيلتك كلها. وبيخلي يا عيني خده اللي هو يورم، وبيقول له يا عم وانا بشتمك ولا ايه؟ القوه بتاعت والدتك هي اللي انفجرت. فساعتها شاو بيكون مستغرب بيقول قوه امي؟ وهو بيقول ايوه، وكمان الاولاد والبنات الملكيين كلهم مش كويسين، هم ضحكوا عليك علشان يخلوك اللي انت تبعد قوي عن المدينه بتاعتك. وبيفتكر لما كانوا بيكونوا هما الاتنين بيسرقوا الكنوز اصلا، وبيسرقوا كاتم مساب باللون الاخضر وبيكون مليان بالقوه، وبيقولوا هما ما يدوش اللي هما يسيطروا على التمثال، والتمثال انفجر، وفي ناس كتير بقت بتهاجم عليها من ساعتها. ولو تبعت رساله دلوقتي من الامير السابع اللي انت لازم اللي انت تعوضه، ولو ما عملتش كده فهو يدمرك. هو بيقول له انا هتصرف في الموضوع ده، وبيسيبه ويمشي. وبيقول له انت رايح فين؟ طب احنا هنعمل ايه؟ احنا محتاجين ان احنا نحل الموضوع ده، الامير السبع عايز زباله قوي، وانت لو ما ردتش عليه هو مش هيسيبك في حالك، وانت اصلا مش بتتدرب كويس، وفي ناس كتير بقوا اقوى منك، ولو امير السبع وصل لهنا فانت مش هتقدر تعمل معاه اي حاجه. انما ساعتها شو بيقعد اللي هو يطلع القوه بتاعته، وساعتها على طول بيهاجم على اللوت تاني، وبيخليه اللي هو يطير ويقعد اللي هو يتشقلب زي انبوبه. وبيقول له وانت لسه مفكر لا ما عنديش القوة علشان احارب الامير السابع ده؟ وهو بيقول له وانت جبت القوة دي منين؟ كنت فاكر ان انت مش بتتدرب، وبعدين انت ازاي وصلت القوة دي مرة واحدة؟ وهو بيقوم من الارض وعلى طول بيطلع وراه بيقول له يا عم انت استنى ورد عليا، انت ازاي قدرت ان انت تخليها تطير بضربة واحدة؟ ده دليل ان انت اتدربت كويس جدا، بس انا مش فاهم، انا اخر مرة شفتك فيها كانت من يدوم من كام يوم، انت ازاي عملت كل ده؟ وهو بيقول انا طلبت منك حاجة صح؟ طلبت منك كده ان انت تبعت حاجة معينة. في بنت كده مش عارفه دلوقتي حليفه ولا لا، او بيفتكر ساعه ما هي كانت متعصبه منه وعايزه اللي هي تكسر عظمه، ولو ده بيقول له انا ما اقدرش اللي هي اتعامل مع البنت دي، هي عصبيه جدا، فمش عايز اللي ابعت لها تاني. مع ذلك يا سائل اللي انت تخليه اللي هي تسمع كلامك طبعا تقدر اللي انت تضحك عليها بكلمتين. فهو بيقول له يا عم وانا فاضي ايه القرف بتاعكم ده؟ وهو بيقول له ما تشش يا عم انا هقدر اللي هو اتصرف في الموضوع ده. فدلوقتي اللي احنا هنخش ونتكلم في الموضوع ده جوه. انت اصلا لو عايز اللي انت تخلي اي بنت تكون محترمه وتسمع كلامك فانا عندي خبره في الموضوع ده. وشو بيقول له طب يلا خش انت الاول. وهو بيقول له انت فيها عيل محترم، وبيجي يفتح الباب ويخش، انما في جرد الميه بيقع على دماغه. بيقول له ايه اللي بيحصل ده؟ وفي بنت بتزعق فيه وبتقول ده انا مش هسيبك، وبتقوم على طول حاتفاه بالترابيزه في وشه مكسره عظم وشه، وهو بيترمي على الارض مغمى عليه. وشو بيكون مرعوب، البت بتقرب من الباب وهو بيستخبى منها، وبتقول له مش هتفلت مني، وبتقوم ماسكه شاكوش عملاق وبتقعد اللي هي تضرب فيه ولا كانه حته بانيه وهي بتفرده، وهي اصلا مش عارفه هي بتضرب في مين، وهي بتقول له يلا ودوني البيت دلوقتي حالا ودوني البيت. انما ساعتها هي بتاخد بالها من تشو اللي هو بيكون واقف بيتفرج عليها، وهي بتقول له انت ازاي بتعمل كده؟ وبتقوم على طول راميه
الشاكوش بتاعها على الارض وبتقول وانت كنت فاكره ان انت بتضربيني انا؟ وبيقول في نفسه البت دي شطانه صغيره وعصبيه وغبيه، وامه بتعرف ليه كانت بتضرب حد غلط بتتصدم جدا. وشو ساعتها بيقول زمان انا كنت صغير وما كانش عندي فنون قتاليه علشان احاربها بيها، علشان كده دايما كانت بتتنمر عليا وكانت على طول عايزه اللي هي تضربني. وبعد شويه وقت لو بيفوقوا بيقعدوا هما التلاته على الترابيزه مع بعض، وهي بتكون متضايقه قوي عماله اللي هي بتاكل في نفسها. وشو بيقول لو انت محتاج اللي انت تدربها اكتر ايه رايك اللي انت تبعتها لمكان عشان تتدرب فيه؟ هو بيقول له لا يا عم لا، البت دي عصبيه خليها اللي هي تمشي. فساعتها هو بيقول لها خلاص انا رجعت لك الحريه بتاعتك تقدر ان انت تمشي. وهي بتقول له بجد اقدر لا امشي؟ انت مش بتضحك عليا؟ فهو ساعتها بيحاول اللي هو يعمل نفسه كده جنتل ويقول عايزه تمشي امشي قبل ما اي حد يشوفك. وهي ساعتها بتضحك وبتقول خلاص رجعني بيتي. وهو بيقول لها خلاص هو بيتك فين؟ وهي بتفكر شويه وبتقول صدق اللي مش فاكره. وهو بيقول لها يعني انت مش عارفه بيتك؟ انا طبعا هرجعك ازاي؟ وهي بتقول له مش مهم انتوا اللي حبستوني هنا دلوقتي يلا رجعني. وهو بيكون متضايق قوي بيقول لها خلاص اخرسي. وهي على طول بتحاول ليه تخنقه بتشيل ايديها وكده خلاص هتقتله. وهي بتقول له هتعمل ايه؟ فهو بيقول لها هرجعك اول ما اعرف مكان بيتك هرجعك لبيتك، اترزع بقى هنا قبل ما الاقي بيتك ده. وتاني يوم بيكون هو عمال اللي هو ينط نطات عاليه علشان يوصل لفوق الجبل، والنظام بيطلع اللوحه اللي هو قدر اللي هو يسجل دخوله لفوق الجبل تاني. والنظام ساعتها بيديله اداه سحريه تانيه ودي بتكون اداه قتاليه من المستوى الواحد. واليوم التالت بيعمل نفس الموضوع بيطلع تالت فوق الجبل، واليوم الرابع واليوم الخامس. والنظام بيقول له تهاني انت سجلت النظام 5 مرات الدخول فوق الجبل ده ورا بعض. وفي مكان تاني بيكون ابن السابع للملك، وفي راجل بيجي بيقول له انت عايز اللي انت تشوفني؟ فهو بيجي ويقول له اه انا عاوزك اللي انت تجهز الجنود وتجهز السلاح عشان نبدا شغل. وهو بيقول انت عاوزني اللي انا احارب الملك ال11 دلوقتي؟ فالواد ابو شعر احمر بيقول انت دلوقتي في المستوى السابع، انت اصلا مش هتقدر اللي انت تلمسه. وهو بيقول له طب انت عاوز اللي انت تعمل ايه؟ انا كده مش فاهم. فهو ساعتها بيضحك ويقول انا عاوزك اللي انت تروح للواد رقم 18 وتقتله. وهو بيكون مستغرب بيقول انت عاوزني اللي انا اروح وقت ابن الملك ال18؟ وهو بيقول ايوه بالظبط. وابن الملك السابع بيقول من كام يوم اصلا ابن الملك ال11 وابن الملك ال18 اتخانقوا مع بعض وخلى شكله عامل زي الكتكوت المبلول. فانت لو رحت دلوقتي وقدرت اللي انت تقتل شو ده في السر فكل الناس هتفتكر ان الملك ال11 هو اللي عمل كده، وابو شو مش هيسكت وعلى طول يروح وياخد حق ابنه ويقتل الملك ال11. وهو بيقول له انت ذكي قوي انت كده هتخلص من الاتنين بضربه واحده. وساعتها ابن الملك السابع بيطلع ازازه دواء اخضر من هدومه بيقول انت دلوقتي خلاص فهمت الخطه يلا روح وابدا نفذ، وخد دي المكافاه بتاعتك. اول ما تاخد الدواء ده القوه بتاعتك هتزيد جدا وهتقدر ان انت تهزم اي حد انت عاوزه. وبيقول الدواء ده اصلا نادي جدا ان اي حد يلاقيه شكرا جدا يا جلالتك. وبيمشي ويسيبه وبيكون في راجل بنضاره واقف ورا عرش وبيروح ساعتها ويقول له ايوه الملك السابع انت خطتك فعلا حلوه بس الملك ال18 مش بسيط قوي كده، بس الواد ده لو اتمسك تحت الاستجواب اكيد ممكن يعترف عليك. وهو بيقول حتى لو اعترف عليا مين هيصدقه؟ مفيش اي دليل عليا، والاكسير ده اصلا لو هو اخده وزود قوته ففي الغالب هيموت ومش هيستحمل. انت فعلا ذكي قوي يا جلالتك، انا هاخد كل اللي انا عاوزه. وفي مكان تاني عند الملك ال18 اللي هو تشو بيكون واقف وعمال بيفكر انا ما عنديش اي فكره ممكن اروح واسجل دخول فين تاني دلوقتي، محتاج اللي انا افكر شويه. انا قعدت اللي اسال كل الناس بس طبعا من غير اللي انا اقول لهم اللي انا عندي النظام بس ما حدش عارف حاجه. وبيكون كده بيطلع على السلم وعلى طول بيلاقي القاتل ده واقف له فوق وبيقول له حانت لحظتك عطوه. وهو بيتصدم اول ما بيشوف انما بيضحك وبيقول هو في حراميه هنا كمان؟ دي فعلا حاجه نادره قوي، خليك مكانك احسن لك بدل ما اقتلك. وبيسحب السيف بتاعه وتشوف بيقول له خلاص انا مش هتحرك بس امشي. وبيقول له كويس كويس انت كده كده جبان وطبيعي ان انت متحركش. وعلى طول بيتحرك هو بسرعه علشان يهاجم عليه، انما تشوف بيضحك وبيديله رجل محترمه في بطنه بطيره